على بالك يبعثوا لي بعض الجزائريين فيديوهات يقولوا لي شوف صفحات مغربية راهي تستغل في الكلام تاعك وتحذف منه وكذا باش يمارسوا التضليل، يا خائن يا عميل يلي المغرب راهو يستعمل فيك باش يعطاك الجزائر ومنا. انا على الاقل على الاقل راني نتكلم نخاطب في الشعب الجزائري، مانيش نشيت الزايله تاع محمد السادس ولا الشعب المغربي المغيب مسكين يستعملوه العائله الحاكمه تستعمل الشعب المغربي يقولوا له شوف الجزائر كيفاش راهم عايشين وما انت تراك خير منهم، يعني شعب مغيب مسكين ما نديرش عليه. وانا ما نستهلكش وقتي نهضر على شعب ما راح نستفاد منها والو، انا نهضر على بلادي وماذا بيا نشوف بلادي في العلالي، ما يهمنيش المغرب والشعب المغربي. ربي يسهل عليه، الا راه يشوف في روحه مليح ربي يزيد. وقال لك الا شفت واحد راكب حمار قول له مبارك عليك العود، هذا مثل نقولوه في الجنوب. انا على الاقل مانيش ننعش في الاقتصاد المغربي. لي جينيرو تاع الجزائر ينعشون الاقتصاد المغربي. معروف المغرب الاقتصاد تاعها مبني على الزطله اللي راهي تدخل للجزائر الاطنان يعني 2 ملايين ولا 3 ملايين شاب يتكيفوا الزطله المغربيه ويدفعوا اموال للخزينه المغربيه عن طريق لي جينيرو تاع الجزائر. كاين ولاد مغنيه ولاد تلمسان راهم وصلوا قريب 20,000 سجين في ظرف سنه. على جال واش؟ على جال الزيت والسكر مقارون، واحد حكموه داخل الوجده بشكاره زيت، واحد بدون زيت، واحد تهريب، يديروا لهم تهريب مواد غذائيه. كيفاش قرعه زيت شفتها وكاميو سيمي رومورك رافد 20 طن تاع زطله داخل الجزائر؟ ما شفتوش هذا. يعني كيف انت باني خندق بين الجزائر والمغرب، كاين خندق لو كان يطيح فيه واحد ما يلقاوهش اصلا، ما يلقاوهش. وراك تقول انت قوه اقليميه وقوه ضاربه وحنا الجيش حامي الحدود وكذا منا. يعني كيفاش حامي الحدود والمروك دخل في الزطله الجزائر؟ يتسمى المروك قادره تخترقنا. اذا قلت باللي تهريب ومنا وما شفناش، تسمى المروك قادره دير لك ميليشيات في الجزائر وتدعمهم بالسلاح. مادام ما شفتش لي سيمي رومورك تاع الزطله، تسمى قادر لي سيمي رومورك هذوك يكونوا فيهم السلاح ويكون فيهم تدعيم جهات يعني في الجزائر، جماعات مسلحه، ويقدر يديروا لك كوديطا عادي. تسمى انت ماكش جيش، انت رانا نصرفوا عليك 60 مليار دولار في الباطل. تسمى الى عندك 2 دول ما قدرش تحرسهم، تسمى رجعوا لنا دراهمنا، خلونا نستثمروهم، نروحوا للاقتصاد نديروا كاش حاجه خير من الجيش هذا. تسمى انتوما راكم تعاملوا معاهم، انتوما اللي راكم تنعشوا في الاقتصاد المغربي، انتوما اللي راكم تشروا في الزطله على المروك وتدخلوا فيها الجزائر وتهربوها لليبيا والخليج وتبيعوا للمواطن الجزائري الزطله. انا المواطن الجزائري ما تضررش من الفيديوهات تاعي، المواطن يتضرر من الزطله باش يقعد حاكم بلاصه ما يخدم ما يدير والو ما يدير ونجيكم.